السلام عليكم. معكم دكتور قدير حسناء، اخصائيه في امراض الشرايين والاورده بمدينه الدار البيضاء. اليوم غادي نهضروا على الناس اللي بزاف كنلقاوهم كيوصلوا لواحد الحالات متقدمه بزاف، وديما نفس الجواب: علاش اسيدي خليتي راسك؟ ولا لا لا وصلتي لهاد المرحله تيقول لك انا قالوا لي خصني نفتح، ما بغيتش ندير الجراحه، دونك ما عالجتهمش. ايفيكتيفمون كيجيو عندنا في واحد المراحل جد متقدمه بزاف، وهذا مالوغوزمون كيأثر فينا. علاش؟ لأ حنا كنعرفوا بلي يمكن لينا نعالجوا هذا الشيء بلا ما نوصلوا لقرحه الرجل، بلا ما نوصلوا لهذيك لا ديرميت اوك، يعني الرجل كتولي كحله من التحت او مضاعفات اخرى. خاصنا نعرفوا بلا الجراحه الكلاسيكيه دابا راه ماشي ضروريه، داكو باقا كدار سيغتينمون في شي بلايص، ولكن راه ما بقاتش ضروريه. هذوك العروقه الكبار اللي تيكونوا عندنا نقدروا نعالجوهم بدون جراحه، يعني بواحد العمليه اللي كتقام بالليزر اللي كنديروها بيان سور في قاعه العمليات، والبنج كيكون موضعي، ما كنديروش، ما كنحتاجوش حتى ديك الشوكه ديال الظهر لا غاشي انستيزيا، حتى هي ما كنحتاجوهاش، والبنج تيكون موضعي. واللي مزيان بزاف هو اننا ملي كنكملوا كنلبسوا السيد هذوك الجوارب الضاغطه تاعو وتنطلبوا منه يقوم يتمشى. يعني ما كنباتوا لا في المصحه لا حتى شي حاجه، كنشدوش بها الفراش، بالعكس كنطلبوا من المريض يتمشى ويشرب الماء مزيان ويعيش حياته عادي، وما تيكون لا غراز لا خياطه لا حتى شي حاجه، وفي حصه واحده. اذا كنشجعوا الناس اللي عندهم مشكل ديال الاورده كبار وبارزين وغراض في الرجل ديالهم ما يبقاوش خايفين من الجراحه. راه الحمد لله الامور تطورات وراه يمكن لنا نعالجو بالليزر في حصه واحده في قاعه العمليات، بنج موضعي، وكتخرج سوق بلاصه كتمشي على الرجيلات ديالك.